السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا شابلوغ بهاد البقايا ديال الخبز اللي كتبقى لنا. فهنايا عندي الداخل ديال الخبز اللي هي البطعه كنقولوا لها، ما عرفتش في اماكن اخرى شنو كيسميوها. فداك الداخل ديال الخبز غادي نستعملوه باش نحضر به شابلوغ. غادي ندخلوه هنا الفرن. هنايا جمعته، يعني كل مره كنجمع واحد الكميه كنعملوها في المجمد حتى كتقورنا الكميه المناسبه اولا كتجمع لنا الكميه المناسبه. ساعه كنجبدوها من المجمد نخليوها حتى تفسخ من الثلج، يعني ترطب، عاد نقدروا نستعملوها. فهنايا كيف قلت لكم عندي الوسط ديال الخبز. ممكن انكم تستعملوا يعني قطع من الخبز العاديه، ممكن تستعملوها حتى هي اذا بقات لكم مزيانه ونقيه. من بعد ما جمعتهم هنا استفتهم هذا في صينيه الفرن، وندخلوهم من الفرن اللي كيكون درجه الحراره ديالو مناقصه بزاف، يعني هادئه. ممكن ملي تستعملوا الفرن ملي تكملوا تدخلوا هذا الخبز عاود تخرجوها، يعني حتى كتماسك. كل ما تستعملوا تدخلوها حتى كتقصاح وكتقرمل. يعني ملي تكونوا كتستعملوا الفرن في الاستعمال ديالكم العادي، ملي تكملوا دخلوا صينيه. هنايا عملت النار شويه زايده باش نزرب معكم الفيديو، تحمروا بعض الاماكن، ولكن من الافضل انكم تخليو نار هادئه. حنا من الافضل تكون اللون ديالها فاتح، كيبقى اللون فاتح وفي نفس الوقت مقرمشه كيف كتشوفوا. ولكن ماشي مشكل حتى تحمرت لكم واحد شويه، ماشي مشكل. فهنايا بعض القطع اخرى اللي هي صغيره، كيف قلت الخبز كتكون نقيه ومزيانه. استعملت هنايا في الفرن. ممكن تستعملوا حتى المقلاة اللي كتكون ثقيله، شي مقلاة تكون عندكم ثقيله مثلا بحال مقلاة الرغايف اللي كنقولوا. هذاك ممكن توضعوا فيها قطع من الخبز وتخليوها على نار مهيله وهادئه حتى كتقرمل. كنقلبوهم طبعا، كنقلبوهم حتى في الفرن، نحاولوا نقلبوهم وصافي. ومن بعد كنخليهم حتى كيبردوا مزيان، عاد ندوزو نطحنوهم. هنايا غادي نطحنوهم في هاد الهاشوار او لاشوار. ممكن انكم تستعملوا الاله اللي كتكون مع الخلاط الكهربائي، كتجي واحد الاله اللي هي صغيره حتى هي كطحنوا مزيان وكنحصلوا على القوام اللي باغيين. فهنايا من بعد ما كنحطوا الكميه المناسبه غادي نطحنوه مزيان حتى يتطحن لنا. كنشوفوا بلي تطحن مزيان، فكل ما كنكملوا كميه كنغربلوها حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. الزوائد اللي كيبقاو لنا هدا في الغربه ما كيهودوش اولا ما كيتنخلوش، نوضعوهم على جنب من بعد نعاودوا نطحنوهم. فهنايا غير الزوائد اللي بقاو مع بعض القطع الصغيره اللي كانت كاينه غادي نطحنوهم مزيان حتى هما وندوزو نغربلوهم في المصفات اللي شفتوا رقيقه حتى كنحصلوا على هذا القوام. هذا كيف كتشوفوا شابلوغ اللي هو رقيق. اللون ديالو ماشي طبعا ماشي محروق ولا محمر بزاف، حيت واخا تحمرونا بعض البقايا صغيره اللون ديالو ماشي مشكل، ما كيضرش في شابلوغ. وهنايا غربلنا بالمصفات اللي هي غليظه شويه على اللي غربلنا بها شابلوغ رقيق. حتى هذه ممكن تستعملوها في بزاف استعمالات اخرى. مثلا الرقيقه ممكن تستعملوها في المملحات، هذه ممكن تستعملوها مع الدجاج اللي اذا بغيتو تقليوه كيبقى الحبيبات اللي هما كبيبره في السبته وفي نفس الوقت قد بعض حتى هي منخوله. والزياده ممكن انكم تبقاو تطحنوا تعاودوا تطحنوا حتى كنحصلوا على القوام، يعني كنطحنوا كلشي. واذا بقى لكم شي حاجه ماشي مشكل. فهنايا رقيقه وهذه الغليظه. هذه رقيقه بهذا المصفات بهذا الشكل هذا كيف شفتوا، اللي هي فيها ثقوب صغيره. وبالنسبه للشابلوغ اللي هو غليظ فاستعملت هذه المصفات هذه اللي هي فيها ثقوب شويه غليظه على الاولى. فهنايا كنحتفظوا بهم في علب اللي هي محكمه الاغلاق، ما خصش يدخل لهم الهواء باش كيبقاو معنا مده طويله. او ممكن تستعملوهم تحطوهم في شي بلاستيك وتربطوهم، يعني تشدوهم مزيان ومن بعد وضعوهم في شي علبه حتى هما كيبقاو مده طويله. وهيدا كنكونوا استفدنا من القطع ديال الخبز اللي كتبقى. فانا هنا استعملت الخبز الكامل. ممكن تستعملوا الخبز اللي كيبقى العادي غير ما تحمروهش بزاف. اللون من الافضل يبقى محافظ على اللون ديالو، غير يتقرمش او يتقرمل، ولكن يبقى محافظ على اللون حتى تحمر واحد شويه ماشي مشكل. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. واللي ما مشتركش معنا مرحبا والف مرحبا. ما تنساش انك تشترك في القناه وتضغط على الجرس باش يوصلك دائما الجديد. شكرا بزاف وبصحه وراحه.